طيب إحنا الأيقونات موجودة في الكنائس وموجودة في المتاحف. إيه رمز الأيقونة؟ ليه الناس فكّرت تعمل الأيقونة؟ هي الأيقونة عبارة عن قصة متصورة. يعني بدل ما نكتب قصة مكتوبة بالحروف، هي الأيقونة نفسها قصة مقروءة. خصوصا ان في القرن الاول لغايه القرن الثالث ما كانش كل الناس، ولغايه دلوقتي يعني ما كانش فيه، مش كل الناس بتعرف تقرا وتكتب. صح. فكان الكتب نادرا لما بتنسخ. آه. لكن الايقونه كانت بتمثل قصه معاشه يعني، وكمان كانت بتتحط في الكنايس. وفي ايقونات بتبقى في الطقس المسيحي بترشم بزيت، وبتبقى ايقونات مقدسه. وفي آية طبعا مشهورة جدا: انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. فلما المؤمن المسيحي بيشوف مثلا صور العذراء والقديسين وفي الكنايس وماري جرجس وماري مينا، فبيشوف نهاية القديس ده ايه اللي حصل واستشهد ازاي على اسم المسيح، فبيعيش نفس الحياة بتاعته على قد ما يقدر. فتعتبر قصة شعبية، فن شعبي لاهوتي. أوكي. بيترجم القصة سواء ميلاد المسيح، قصة ميلاده طبعا وسط المجوس. أنا عايزة أسألك على حاجة حضرتك دلوقتي لفتت نظري. أنا بالنسبة لي الأيقونات هي زي بورتريهات الفيوم، اللي هي بتبقى الصور يعني شخص براسه بس كده. إنما حضرتك في كلامك اللي أنا فهمته إن حتى لما برسم لوحة كبيرة مثلا زي ميلاد المسيح أو زي العشاء الأخير، بتبقى يعني دي برضو اسمها أيقونة، الرغم ان انا متهيالي ان دي لوحة. يعني زي مثلا سقف كنيسة القديس ميخائيل في روما مثلا، يعني اللي هو عملها ميكيل أنجلو، يعني او زي الرسومات اللي هي في القباب في الكنائس او حولي. انما اللي انا فهمته ان ده كله اسمه ايكونز. تمام. ده تمام. صح ولا طبعا. انا فهمت غلط؟ طبعا في ايقونات مرسومه على الخشب، دي ممكن نقلها لاي من مكان لمكان. موجوده في الكنائس طبعا لغايه دلوقتي. وفي ايقونات بقى اسمها جداريات. الجداريات دي موجوده مثلا في لوحه مشهوره جدا اسمها لوحه البنتوكراتور. ايه البنتوكراتور بقى؟ المسيح وهو قاعد على كرسي الملك. أوكي. وماسك البشاره في ايده الشمال وعامل دي اللي هي فيها كده اللي انت شرحتها. دي موجوده في كل الكنائس على فكره، خصوصا في حجاب الهيكل قدام ابونا وهو بيصلي. قدام الهيكل على طول لازم تكون في لوحه البنتوكراتور. ايه البنتوكراتور دي تعني ايه؟ اللي هو مالك الكل، ضابط الكل. اوكي. اسمها كده يعني الترجمه بتاعت ضابط الكل. ما هو انا اقصد الترجمه قاعد على كرسي الملك، وتقريبا احيانا برضو بيبقى تحتيه على طول الكره الارضيه. وعامل ايده برمز فعلا دي موجوده في كل الكنائس. في كل الكنائس فعلا طبعا. وموجوده في كنيسه المعلقه في مصر القديمه. في على ارتفاع 6 متر، ومن اروع اللوحات الجداريه مش الايقونات بقى اللي هي مرسومه على الحيطان على طول. في مكان تاني كمان، ايه؟ دير في سوهاج. الدير ده اسمه دير الاحمر. الدير الاحمر هو لقب بالدير الاحمر لان هو مبني بصخور لونها احمر. اوكي. فاهالي المنطقه من زمان بيشوفوه من بعيد كده من تحت الجبل وهو فوق خالص. شايفين الطوب ده لونه احمر فاطلق عليه الدير الاحمر. الدير الاحمر. في ايقونات يعتبر جداريات بقى مرسومه مباشره على الحيطه للقديسين والعذراء مريم والمسيح البنتوكراتور برضو والتلاميذ كلهم. جداريات ارتفاع حوالي 12 متر وفي لوحات 6 متر موجوده في الدير الاحمر ده. من اجمل الجداريات. في مكان تاني اخير ممكن اقول عليه، دير الانبا انطونيوس في البحر الاحمر. طبعا احنا عارفين الانبا انطونيوس دون ابو الرهبان. أيوه. هو اللي اسس الرهبنه. ايوه. كان اتقابل مع الانبا بولا برضو، كان يعتبر من السواح اللي موجودين في الصحراء. لكن الانبا انطونيوس هو اللي اسس مبدا الرهبان. برضو الدير بتاعه في البحر الاحمر ما زال موجود دلوقتي. ايقونات نقول بقى عليها جداريات موجوده على الحيطان للتلاميذ والعذراء مريم والتلاميذ في لقطه جميله جدا. التلاميذ بالذات في وضع البركه،
برضو زي ما المسيح بيعمل كده، اللي هو الرمز اللاهوتي ده، الأقباط أو اللوحات وهي بتترسم، كانوا بيرسموا التلاميذ في وضع البركة، كانوا يبقى عامل إيده كده، اه أو ماسك الصليب في إيده، اه وماسك أحيانا البشارة، أو يمسك غصن زيتون، أو اه أي حاجة رمز للبركة، عشان لما اه أنت تشوفه تحس بالراحة والبركة. وكده نبقى وصلنا لنهاية الحلقة دي. نشوفكم إن شاء الله في 19/25 بودكاست مع ليلى عز العرب، حلقة جديدة.